اوعى تذاكر الانجليزي بالطريقه دي، صدقني هتضيع وقتك وانت خلاص داخل على امتحانات. انا رحت للمدرس كنت باخد معاه في مجموعه برايفت لوحدي، كان بياخد مني 1000 ونص كل شهر. في الفيديو ده انا هقول لك خلاص اللي هو عمله معايا في 5 دقايق. مش عايز احفظ كلمات، كل ما احفظ كلمات انساها تاني، مش عارف اعمل اي حاجه في اي حاجه. وفي اخر الفيديو عامل لك مفاجاه صدقني هتعجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وبناء على طلب الجماهير عملنا فيديو الانجليزي في فتره والله مسحول سحله وحشه قوي في الكليه، بس ما اقدرش ارفض لكم طلب. اكتب لي في الكومنتات عايز نعمل لك ايه الفيديو الجاي وانا هعمله لك. بدايه كده، انا الانجليزي ده كان عقده حياتي، كان ازمه بالنسبه لي، ما كنتش اعرف فيها اي حاجه خالص ومش عارف اعمل فيه ايه. وحسيت خلاص ان انا خلاص انا هضيع، السنه بتخلص فاضل حوالي شهرين، كانوا شهرين تقريبا. فقررت ان انا اروح لمدرس برايفت عشان بقى يشوف لي حل في الموضوع ده، فاللي هو انا هضيع خلاص، انا ما اعرفش اي حاجه، فانا اروح له بقى وهو يتصرف في الموضوع ده. وبالفعل رحت له وحكيت له طبعا ان انا خلاص ابيض مش عارف اي حاجه في اي حاجه، وفاضل شهرين على الامتحانات، فانت اتصرف. وطبعا هو الله يبارك له عمل معايا الصح، وديت يعني ترجع ان هو مدرس خبره، يعني هو مدرس هو فاهم هو بيعمل ايه. فالمهم يا دكتوري مشي معاه بنظام البصمجه. هو شايف ان في فاضل شهرين، انا لو طالب خارق انا مش هلحق احفظ الكلمات، كم الكلمات دي كلها والجرامر وكل الحاجات ديت. فهو مشي معاه بنظام اللي هو احنا هننقذ ما يمكن انقاذه، فاهم؟ اللي هو احنا بنشوف ايه اكبر درجات في الامتحان وهنشتغل عليها زي السكيلز، وهنتكلم في الفيديو دلوقتي. فهو احنا هنشتغل على الحته ديت بحيث ان احنا نضمن اكبر عدد من الدرجات. فهو الصراحه كان مدرس فاهم جدا وجزاه الله عني خير الجزاء. فاول حاجه عملها معايا قال لي يا باشا احنا هنشتغل على السكيلز، لان 3/4 الامتحان بتاعك سكيلز، وديت مهارات، يعني هي مش محتاجه ان انت تحفظ حاجات كتير، مش محتاجه ان انت تعمل حاجات انت هتتعلمها، تتعلم التكنيك بتاع الحل بتاعها والموضوع هيظبط معاك. طبعا قلت له مفيش اي مشاكل، انا معاك في اي حاجه. اول حاجه اشتغلنا على الباراجراف. في البدايه علمني ازاي ان انا اكتب باراجراف، وان الباراجراف بيتكتب جمل، بمعنى ان انا بكتب جمله بعدين جمله بعدين جمله بتكون لي باراجراف، ان انا بجهز الجمله بالعربي الاول في دماغي، بعدين ان انا بترجمها انجليزي. بدانا في البدايه بحاجات سهله جدا، اللي هو ان انا اكتب عن نفسي، اكتب اسمي، اكتب الفيفوريت بتاعتي، اي حاجات سهله خالص، لعند ما بدات ان انا اخد ثقه في نفسي، وبدات ان انا عايز بقى ايه، اصعب واحل باراجرافات موجوده في الكتاب. بعدها على طول بدا يحفظني مقدمه حوالي 5 سطور، كانت سهله جدا في الاول احفظها، وكل حصه اكتبها قدامه، كل حصه اكتبها قدامه، انا عندي ما حفظتها خلاص، عندي دلوقتي لسه حافظها. فقال لي خلاص كده انت معاك مقدمه مضمونه، وعرفت ازاي انت هتكتب باراجراف. يعني لو جالي اي موضوع انا بكتب الكلام بروح حاطط الموضوع، بكتب الكلام وبروح حاطط الموضوع. وبالفعل يا جماعه بدات احل باراجرافات كتيره. ولحسن حظي في الامتحان بتاعنا كان القطعه كانت بتتكلم عن توماس اديسون، والباراجراف كان بيقول لك ان انت تتكلم عن شخصيه مشهوره. فانا رحت واخد القطعه حاططها كوبي بيست في الباراجراف. فانا كنت فرحان جدا لان القطعه كانت حوالي مش عارف صفحه ونص. كتبت في الاول المقدمه اللي انا حافظها، بعدين رحت كاتب القطعه بعدها على طول. تاني سؤال اشتغل معايا فيه وهو سؤال القطعه، وعلمني ان انا ازاي اطلع السؤال من القطعه نفسها. ودي طبعا كلنا تقريبا كلنا عارفينها، او هي بتيجي بالتعود، يعني هي بتيجي بالتعود، بتحل كتير فبتيجي الموضوع بالتعود، وهو سهل جدا موضوع القطعه يعني، فاحنا مش هنتكلم فيه كتير. تالت سؤال اشتغل معايا فيه وهو سؤال المحادثه، وده كان رخم بالنسبه لي موضوع المحادثه ده، لان كان فيه كلمات ما كنتش بعرف اترجمها. فالموضوع كان بالنسبه لي كان معقد شويه وكان رخم، بس خلاني احل كتير، بدات ان انا احل كتير، وعلمني ان انا ابص في اخر الجمله. يعني الجمله عندي لو اخرها علامه استفهام فانا كده لازم ابدا باجابه، وهكذا. فعلمني ان انا ابص في اخر الجمله، ان دوت مهم جدا. طب يا جماعه لو بتسمع الفيديو دلوقتي ومش مشترك في القناه انزل اشترك حالا، لان والله اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه. فانت كده كده بتسمع الفيديوهات، فانت مش خسران حاجه، وانا والله ربنا اعلم بالضغط اللي انا فيه، وبرغم ذلك بنزل لك فيديوهات ومش مقصر معاك في حاجه. فانت اشترك في القناه مش هتخسر اي حاجه. فانتوا دلوقتي يا جماعه حاسين ان الموضوع صعب، بس انا كنت زيكم كده بالظبط. السكيلز بتيجي بكتر الحل، بكتر الحل انت لوحدك بتفهم حاجات اكتر، مش محتاج اي حد، يعني انت لوحدك بتفهم حاجات اكتر. فخلصنا سؤال المحادثه، وانا عامه كنت بغلط فيه كتير، يعني كنت بغلط فيه كتير لعند قبل الامتحان بشويه حلوين كده، برضه كنت بغلط فيه. الاسئله التانيه كنت مظبطها، وده كنت بغلط فيه كتير لعند ما اتعودت عليه يعني. رابع حاجه اشتغل معايا فيها وهي الترجمه، وهي بالنسبه لي برضو كان سؤال رخم، لان انا محتاج ان انا احفظ كلمات ومش عارف ايه عشان اعرف اترجم. يعني الترجمه اللي كانت بتيجي بالعربي وانا اكتبها بالانجليزي دي كان بالنسبه لي سهله شويه، اما العكس ما كانش، يعني كانت رخمه بالنسبه لي. فعلمني في الحته ديت ان انا مش لازم اترجم ترجمه حرفيه. يعني انا دلوقتي انا ترجمت الجمله، يعني انا اقول ترجمت الكلمات الجمله كلها وقفت على كلمه واحده، طب انا هعمل ايه لو انا بترجم ترجمه حرفيه؟ مش هعرف احل. فقال لي انت ترجمها اقرب حاجه، يعني اقرب حاجه ممكن تترجم، يعني حاول ان انت تاخد كام كلمه من الجمله انت ترجمتهم او عرفتهم،
حاول ان انت تكملها، يعني انت حاول تكملها من دماغك وفعلا يا جماعه بتظبط. فانا جربتها كذا مره وفعلا يا جماعه بيبقى فيه في الجمله كلمه مضيئه كده بتعرفك هو بيكلمك في ايه وبتقربك من الاجابه الصح. بدانا بعد كده نشتغل على القصه. انا طبعا كنت ازهر، مش عارف تقريبا القصه مختلفه الازهر عن العام. فكنا والله يا جماعه كان بيسمعني القصه في فيديو على يوتيوب، يعني كنا بنقعد عنده شاشه كبيره كده وبنقعد انا وهو نسمع القصه في فيلم، يعني هي كانت معموله فيلم. فكنا بنقعد نسمعها انا وهو، وانا كنت بقى يعني انا كنت متخيلها يعني هي فيلم، فانا كنت متخيلها في دماغي ان هي فيلم فعلا، وبحاول اربط الاحداث ببعضها. كان بعد كل حصه كان بيديني ورقه كده فيها اشهر الكلمات وفيها اسماء الشخصيات. دول لازم انت تحفظهم، يعني انت لازم دول تحفظهم، هم كانوا سهلين جدا يعني. فانا بدات ان انا اخد القصه ديت كانها فيلم واحداث بتتحكي كده. فانا كنت بحكيها مع نفسي، يعني مثلا الحاجه ستيلا كانت متعقده من الرجاله ولا علمتها كده الوليه هشام. اه والله يا جماعه اقعد احكيها كده تلاقي الموضوع جاي معاك. وبيب ده كان اهبل، واخت بيب ما كانتش بتحبه، وجوزها كان يعني كان طيب معاه. فوالله الموضوع كده بتحكيه الموضوع بيجي معاك. انا ممكن اقعد احكيها لكم كلها والله العظيم، يعني انا لسه فاكر لحد دلوقتي. فانت تحكيها كده كانها حكايه الموضوع بيجي معاك. بس اهم حاجه تحفظ الكلمات المشهوره، يعني الكلمات المشهوره في كلمات مشهوره كده، وتحفظ الشخصيات. وفي اسئله برضو مشهوره ممكن تحفظها. الموضوع يعني هي اسئلتها سهله وكل حاجه فيها سهله. ففضل معانا الجرامر والكلمات، ودول كانوا مصيبه بالنسبه لي. الجرامر بدا يشرحوا لي كده في الكشكول بتاعي. بالمناسبه لو لسه مكمل الفيديو معايا لحد دلوقتي، انا معايا الورق ده كله، ورق الشخصيات بتاعت القصه، ورق الجرامر، ورق السكيلز، كل الورق ده. بس انا دلوقتي في السكن، اول ما اروح ان شاء الله هنزله لكم على المنتدى، فانت اشترك في القناه عشان يوصلك. فاشتغل معايا على موضوع الجرامر لان هو بيشرحوا لي بطريقه مبسطه جدا. والله يا جماعه كان شرحه كويس جدا. وبعد كل حصه كنت احل، خليني احل مثلا خمس ست اسئله، وفي البيت اروح برضه احل. فالموضوع جه معايا كده. دخلنا بقى على الكلمات، ودي كانت مصيبه بالنسبه لي والله يا جماعه. قال لي هديك الكلمات المشهوره بتاعت كل وحده وانت احفظها، هم مش هيبقوا كتير. الموضوع ده ما كانش عاجبني بيني وبين نفسي كده، بس قلت له ماشي انا هعمل ايه. خدت حفظت واحده في الثانيه في الثالثه، لقيت الموضوع مش جاي معايا خالص. كل ما احفظ كلمات انساها، اروح له حافظ الكلمات ارجع ناسيها. فانا حاسس ان انا بتعب على الفاضي، يعني انا عمال احفظ كلمات وفي الاخر بنساها. فانت شوف لي حل غير ده. قال لي طب هنبصمج اسئله ومش عارف ايه. قلت له مفيش اي مشاكل. بدا عمل لي مذكره كده كلها اسئله امتحانات واسئله مشهوره جدا بتيجي في الامتحانات. وبدات احفظ السؤال بالاجابه بتاعته كده. والموضوع مشي معايا الحمد لله. نقصت 5 درجات بس في الانجليزي، والحمد لله راضي والله العظيم راضي، لان انا الماده دي ما كنتش حاطط فيها امل ان انا انجح اساسا. فال5 درجات اكيد نقصتهم في الكلمات، لان انا برضو ما كنتش يعني الموضوع ما كانش احسن حاجه. قلت لك على خلاصه الموضوع كله يا جماعه. طبعا لو مكمل الفيديو لحد دلوقتي اشترك في القناه عشان هنزل لك كل الورق دوت وكل المذكرات ديت ان شاء الله اول ما اروح. يعني كلها يومين وهروح ان شاء الله، فهنزل لك كل الكلام دوت. بس اتاكد ان انت مشترك عشان الكلام ده ما يظهرش غير للمشتركين. واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.